طيب معلومة بس، الفيديو ده المفروض إن هو أنا كنت باتكلّم على مسلسل كتالوج وكده، بس هو في الآخر فيه رسالة لأهلي، فعشان عارف ممكن يكونوا بيجاملوني بقى وبيقلبوا الفيديو بس يعملوا لايك والجو ده يعني، أنا باقول يعني في رسالة في الآخر ليكم. أنا مش محتاج أقول لك إنك مش هتلحق تجيب المناديل وأنت بتعيّط، بعد كده يلحقك بضحكة هادية وطالعة من القلب، بعد كده يطلّع برضه عياط في عياط، بعد كده ضحك في ضحك ونضيف ما فيهوش حاجة خارجة وابتذال ومش معصور. لأ، والأغنية بتقول كتر الأحزان مش هتفيد، بعد إيه بقى، بعد ما عينينا كلّها اتقطّعت عياط! يعني إيه يا أيمن وتّار ده كمان؟ أنا كنت باحبك جدًا وأنت بتكتب كوميدي، أنت طلعت جامد جدًا، أنت طلعت أعمق مما أتخيّل حتى كمان، وضيوف الشرف اللي ما فيش حد فيهم جَلّة، كلّه طالع جامد حتى لو طالع حتّة صغيّرة، يعني مسلسل الكتالوج ده بجد يعني جامد، فكرة ال24 قيراط اللي متوزّعين على كل بني آدم، الجملة بتاعة ال24 قيراط بتوعي ما فيهمش عيال. جملة على قد ما فيها وجع، على قد ما فيها فِهم وقناعة ورضا ما يتوصفوش خالص. الأبطال أنا مش محتاج أتكلّم عنّهم طبعًا، لإنّهم جامدين أوي، 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 أوي. يمكن أكون كده ابتديت بالجزء حماسي والفرايحي، لكن فكرة إنّهم بيتكلّموا على حاجة كُلّنا بنخاف منها وهي الثاناتوفوبيا، يا رب أكون نطقتها صح. أو اللي هو شعور الفقد يعني، إحنا كلّنا بنهرب من الشعور ده، لإنّك مش مستعد ليه، فكرة إن حد يسيبك للأبد دي فكرة مرعبة، المسلسل خلّاك تفكّر في قد إيه حواليك نِعَم لمّا تسمع حد يقول لك أنا في فيض من النِعَم، على فكرة هي مش أفورة على فكرة هي دي حقيقة، وما تتفاجئش يعني لو ركّزت حتى هتكتشف إن في الحالتين إنك كُلّك نَعَم غرقان، كفاية إنه ادّاك يوم جديد، يعني مثلًا تبقى ماشي في الشارع ومروّح بيتك وبتفكّر مثلًا هتاكل إيه، تلاقي حد متشرّد مش عارف أصلًا هياكل إيه، يعني أنت بتفكّر إيه النوع اللي هتاكله يعني قصدي، لكن هو مش عارف هو هياكل إيه أصلًا، هياكل والّا مش هياكل والّا هيعمل إيه، وأمثلة على كده كتير بقى، نحمد ربنا على كل نعمة اللي شايفينها واللي مش شايفينها كمان، يمكن المسلسل فعلًا كان ماشي بالأغنية اللي هي كانت ترند الفترة دي هي بتاعة عبد الباسط اللي هي ادّيني جرام مش هو بيقول محبة، لأ هي ادّيني جرام ضحك، أدّيك جرعة عياط، أدّيك بزيادة حبّة، توزّع على الجيران بقى، لا، لأ يعني وفي الآخر رسالة يمكن أكون باتلكك بيها يعني عشان أكلّم بيها أهلي، أنا يمكن إحنا عندنا كلّنا مشكلة إن إحنا مش بنعرف نعبّر لأهالينا عن قد إيه إحنا بنحبهم، مش دايمًا كلّنا بنعرف نجري عليهم ونحضنهم ونبوسهم ونقول لهم ربنا يخلّيكم لينا وإحنا بنحبكم، مش عايز الكلام يبقى مجرّد على الميديا وخلاص، بس فعلًا يمكن دي أكتر رسالة نِفْسي أوصّلها لأهلي أو أوصّلها كمان مكان أي حد عنده فكرة إن هو مش بيعرف يوصّل حاجة زي دي، هو في نيّته إن هو بيحب أهله وفعلًا ممكن ما تكونش بتعرف تعبّر لا بالكلمة ولا حتى بس أنت إحساسك أنت فعلًا فارق معاك أهلك، مش مجرّد قاعدين معاك في البيت، لأ أنت فارق معاك أهلك، أنا فعلًا وباقولها لبابايا ومامتي وأخويا على فكرة، أهلي مش مقتصرة على بابا وماما بس، وأخويا كمان، يمكن وهُم وهو نفس الكلام أنا متأكد، يمكن إحنا بنبقى عايزين نعبّر بس مش عارفين من كتر ما إحنا عارف اللي هو إيه بقى بنتكسف بقى ومش عارف إيه، بس لمّا تبُص لها في الآخر أهو في عياط كمان أهو، تبُص لها في الآخر عايز تقول لهم أنا باحبكم ومهمًا حصل خناق بيننا، مهمًا أنا مش هاحبش أسميها خناق حتى، ممكن نسميها اختلاف في وجهات النظر، سميها اختلاف وخلاص، بس مش خناق، إحنا مش بنتخانق، عمر ما ده هيشيل فكرة إن أنا باحبكم، وباقولها مكان أي حد يكون مش عارف يقولها حتى لأهله، إحنا بنحبكم، مهمًا كنا مش بنبيّن إحنا بنحبكم.